مساء الخير يا كوكيز، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هاخدكم النهارده في جوله سريعه جدا في شارع اسكندريه في مرسى مطروح. هعمل لكم هجاوب على كل الاسئله اللي ممكن تخطر في دماغ اي حد، خاصه بالشقق وبالاماكن اللي نشتري منها حاجات. طبعا مرسى مطروح مش مصيف بس كبحر، لا ده اماكن خروج واماكن شوبينج وحاجات حلوه جدا، وحاجات تانية ممكن يضحك علينا فيها. فانا هجاوبكم على كل الاسئله اللي ممكن تيجي في دماغكم. اولا شارع اسكندريه او مرسى مطروح، انت كأن انت قاعده في بيتكم، انت ممكن تنزلي عادي جدا. انت مش شاري اي حاجه، يعني تروحي تتكسي من هناك يا بت، ما فيش بقى ولا يعني كل حاجه من الابره للصاروخ حرفيا في الشارع ده. انا بفضل ان السكن يكون قريب للمكان دوت، ويكون في المكان يعني ما يبقاش على الشواطئ البعيده ناحيه كيلوباترا او الابيض او الحته ديت، لان المكان ده لو في اي حاجه حصلت انت خلاص هي محلوله، انت كأن انت تحت بيتكم، كل حاجه موجوده. من الاماكن هناك اللي واخده انا من وجهه نظري واخده سمعه على الفاضي زي حلواني الدمياطي وجيلاتي عزه. لا انا الصراحه الاتنين حاسه ان هم عاديين، مش وحشين بس عاديين جدا. انا كمان منزله لكم اسعار الحاجات سواء لاحمد حسنين او للدمياطي، اي حاجه بلاقي لكم اسعارها وانا ماشيه بنصورها مع بعض. من هناك اجمل مكان تشتري فيه كوزماتكس او ادوات العنايه بالبشره، او الصابون، زيت الزيتون خاص بالشعر، كريمات الشعر، الصبغه، كل حاجه. يعني الصراحه احسن مكان ممكن تجيبي منه الحاجات ديت، وفعلا بتبقى حاجات نظيفه جدا. وفي كمان ناس بيركبوا يجيبوا لك يعمل لك تركيبات، يجيب لك زيوت زي الست دي كانت واقفه بتبيع الصبار، بتعملهولك تقطع الصبار قدامك، عندها زيوت كتير، عندها حاجات، وانا جربت منهم بصراحه حاجاتهم حلوه. بتيجي برضو طول ما انتي ماشيه بتلاقي يعني حرفيا كل حاجه، تلاقي كميه ناس اهو بتبيع حاجات للبشره وحاجات وحنه، كل انواع الحنه لمعالجه جميع مشاكل الشعر، كل حاجه بتلاقوها هناك. واللي بالنسبه لي بقى جميل قوي انه كمان بتلاقي الناس بتعمل اللي هي محلات العطاره، بتطحنلك الطحينه قدامك. يعني في ناس بتطحن كمان يعني زي السمسم، يطلع لك منه الزيت وانتي واقفه. الحاجات دي طبعا حاجه بالنسبه لي حلوه جدا، وبتبقي متاكده من نظافتها ونقائها، وان هو مش مدخلين فيها حاجات تبقى مش حلوه او بتقلل من جودتها. في برضو طول ما احنا ماشيين بنلاقي هدوم، انت حتى لو انت رايحه معاكي هدومك هتبقي عايزه تشتري الحاجات اللي هناك اللي هم ليهم موضه خاصه بيهم هم، يعني بحس ان حاجاتهم ما بلاقيهاش في القاهره الصراحه. في دوت جاسر ده كان لطيف برضو، اسعار الايس كريم بتاعه كان في الحنين. برضو انا حاسه انه اماكن الايس كريم بصراحه اللي انا دقت منها ما عجبتنيش قوي السنه دي. حاسه اول حاجه ما اعرفش بقت مضروبه ولا ايه. فانا بالنسبه لي احمد حسنين حلو جدا، حلو جدا جدا في الهريسه والمشبك. وبقيه الحاجات اللي عنده برضو حلوه قوي، بس انا بقول اللي انا دقته. الباقي انا عرفت من ناس دقت من عنده حاجات تانية انه المنتجات اللي عنده جميله جدا. واصلا وانتي بتشتري بتلاقيه بيديكي كده حاجات تدوقي وتعرفي ايه الحاجات الجديده اللي عنده طعمها ايه. وطول ما انتي ماشيه اهو بقى هتلاقي ناس بتبيع توك، ناس بتبيع مشط، فرش، اسبريهات، كل حاجه يعني. هتطلعي من الشارع ده خسرانه السقط واللقط. بتيجي في اشهر محلات للسمك هناك واحسنهم. طبعا الاسعار ديت مش هقدر ان انا اقولها، لان سعر كل محل يعني سعر كل يوم غير التاني. في اللي هو مجدي واخواته دوت، وفي باسط، وفي خالد واخواته، دول متفرعين برضو من شارع اسكندريه. انا دقت من عند خالد واخواته حرفيا يعني السمك طازه جدا، تحس ان هو طالع من البحر على بقك، جميل جدا عجبني. الطواجن مش احسن حاجه، واسعار الطواجن لا اغلى من القاهره بكتير. يعني لا اسعار السمك عندهم السمك ممكن يبقى زيه زي القاهره، الاسعار بتاعتهم زيها زي القاهره، بس الطواجن والحاجات التانية ديت غاليه جدا. ودي ام الخلول لو حد بيحبها، انا ما بحبهاش بس اخويا بيحبها، فالف هنا وشفا يعني. وبعد كده خرجت تاني على شارع اسكندريه، انا دخلت عشان اصور لكم بس المحلات اللي هي بتاعت السمك اللي هي احسن حاجه دي، وانتي بيبقى ظهرنا
لاحمد حسنين، وبنمشي كده بنلاقي الدخله بتاعت خالد واخواته ومجدي واخواته اهو، في يافطتين في وش بعض. بيقولك تدخلي الشارع ده بتلاقيهم دقيقه وبتلاقيه على ايدك اليمين. بنيجي برضو في محل اسمه بتاع المشاوي، ده كان احسن واحد برضو بتاع مشاوي، بس اسعاره برضو غالي، يعني اسعارهم غالية. انا مصورة هفتكر اسمه هو في الفيديو دلوقتي. نيجي لمحمصة قلبي بقى، النصر الاسلامية دي، بعد ما نخلص شارع اسكندرية شمال بنلاقيها دي احسن طعم للب الابيض هناك. اخدت لكم جولة كده برضو في واحد اسمه العدلي، دي معصرة زيت زيتون. عندهم زيت زيتون، هو متخصص في زيت الزيتون وزيت جوز الهند والزيتون نفسه بقى. انا الصراحه دقت من عنده الزيتون خطير. الزيت الزيتون ده انا جربته قبل كده، حلو جدا برضو. وانا مش بقول اعلانات، انا على الله، انا بقول لكم ايه الحاجات اللي فعلا عصاره خبرات يا بت، عشان خاطر ما تروحيش تتدبي على دماغك زي ما انا اتدبيت قبل كده. تجيبي الحاجه وانت متاكده ان هي ان شاء الله تبقى كويسه. دوت عنده زيت الزيتون، يعني بيبتدي من عنده من 85 تقريبا لحد 150، ده اللي هو اليوناني ده. احنا طبعا بنجيب التفاحي والاسباني وبارك الله فيما رزق. انا خدت لكم برضو جوله كده في المحل من جوه تشوفوا ايه الدنيا اللي عنده. وانا بحب الصراحه العطاره اكتر من محلات زيت الزيتون والزيتون انت بتشتري منهم وخلاص، انما العطاره دي بحسها عالم لوحده كده. في واحد قدام برضو اسمه كريم كده العدلي، ده بيوصل لحد تقريبا انا مصوره لكم برضو رقمه لو حد محتاجه. دوت بيوصل لحد عدلي منصور او حد عبد المنعم رياض، حاجه كده يعني. وطول ما احنا ماشيين بقى احنا بنصور بنلاقي حاجات، واكتر حاجه هتلاقوها هناك اللي هو بتاع علم الروم، النصر علم الروم. مطروح كلها النصر علم الروم. هو في واحد تاني محمصة اللي هي اكبر واحدة موجودة واقدمهم، بس انا ما بفضلهاش، يعني انا رحت قبل كده ما عجبتنيش، جبت منها قبل كده ما عجبتنيش. احلى واحد بصراحة اللي هو النصر الاسلامية دي. بنطلع قدام تاني، يعني بتبقى النصر الاسلامية على ايدينا الشمال، وبنطلع قدام تاني بنلاقي CIB في وشها برضو مقلة او في وشها محمصة تانية. بنطلع تاني قدام، ده برضو جميع انواع البلح بقى بتاع مرسى مطروح بيبقوا عاملين فيه بالسمسم، وبيبقوا عاملين اللي هو الاصفر البرحي دوت، والحاجات دي بتبقى حلوه قوي. ده برضو عطاره، قلت اخد لكم منها كده جوله سريعه. ونطلع بعد كده على النصر اللي هي الكبيره، بس انا كعائشه فضلت النصر الاسلاميه عن النصر القديمه اللي هي اكبر واحده، اللي هي القديمه جدا. وفي جنبها بقى ديت التوب بقى، ده اللي انا شفت عنده عصير السمسم بيعصروا او مش بيعصروا، هو في مكنه كده مخصصه جنب النصر ده اسمه كريم. ديت احلى طحينه انا دقتها في حياتي. انا ما اشتريتش منه، بس انا لما شفته هو كنت اول مره في حياتي اشوفها، فبقول له انت بتحط لها زيت ايه؟ يعني بقول له للطحينه انت بتحط زيت ايه؟ قال لي لا ديت طحينه خام بدون زيت. فدقتها احلى طعم طحينه ممكن حد ياكله في حياته. ده انا صورت لكم اهو. عنده مكسرات، عنده توابل برضو، وعنده زيوت، وعنده زيتون برضو، وعنده في اغلب التوابل هناك اللي هي بتاعت ويلز دي، فانا ما جبتش توابل بصراحة اهو. ده هو بيطحن بقى الطحينة، بيحط هصورها لكم تاني. بيحط السمسم تنزل طحينة، ما بيحطش عليها اي زيوت ولا اي حاجة، هو حطت السمسم بس هي بتنزل كده. وصورت لكم شويه تين شوكي بقى، احجام كبيره، هي ممكن مش باينه في الفيديو بس الاحجام كبيره لدرجه ان هو بيقول لي الواحده ب7 جنيه. فمعرفش اذا كان هو دوت اللي بيقولوا عليه اللي هو الصحراوي ولا ايه، بس هو عجبني وطعمه كان لطيف. وبنرجع تاني صبحي العطار، ده من اكبر العطاره برضو اللي موجوده في مرسى مطروح، هو وعطاره العمامي. عطاره العمامي برضو دوت انا رحت وصورت فيه. لطيف برضو، ودهوت بيبقى واقف قدامك. ايوه هو ده اشهر واحد بتاع اسمه كمونة، ده اشهر مشاوي، بس اسعارهم اغلى من القاهرة بكتير. في الخديوي الناس الشبراوية اللي ما بيقدرش يستغنوا عن الكشري. في البن البرازيلي، في كل حاجة ممكن تحتاجوها حرفيا في الشارع ده. بنيجي بعد كده في كشري التحرير، في بلبن جنبه، في كنافة وبسبوسة بعده.
يعني انا حسيت ان انا موجوده في 1000 مسكن اقسم بالله. يعني تحس ان هنا بقى ديت اللي هي عطاره العمامي، دي عندهم توابل، علبه كده توابل مشكله، تقدري تطحنيها او تقدري ان انت تشتريها كده. لو انت بتحبي ان انت تشتريها جاهزه يعني تطحنيها انت في البيت، او حابه انك تاخدي الحاجه صحيحه. انا خدتها الصراحه صحيحه. العلبه دي كانت ب 80 جنيه، فيها التوابل ديت صحيحه، انا ما طحنتهاش. في عنده زيوت، وعنده بقى حاجات كتير، عنده كل الزيوت اللي ممكن حد يتخيلها. زيت وهدخل سريعا كده معاكم برضو جوه المحل، انا بصور لكم كل الزيوت اهو. انا صراحه فضلت هو بيطحن برضو ورا الطحينه، بس انا حسيتها مش بنفس جوده كريم. انا بقول لكم عصاره خبرات يا بنات براوني، ما اشتريتش عشان لله. انا فضلت بتاعه كريم عن بتاعه العمامي. ودقت الاتنين، لا بتاعه كريم كانت احلى. وهوريكم دلوقتي وهو بيعصر السمسم كمان، كانت تحفه الصراحه، المنظر كان عجبني قوي. وديت جوله سريعه كده في شارع اسكندريه، يا رب اكون فدتكم وربنا يسعدنا جميعا يا رب، واي حد يروح يا رب مصيف سعيد وسفريه سعيده يا رب. واستنوني في فيديو جديد هقول لكم فيه اسعار الشقق واسعار الشواطئ واسعار المواصلات، وبالشكل ده تقدر اقول لكم باي باي.